بتبدأ الحكاية بتاكومي وهو بيجرجر جثته المنهكة ومروح بيته بعد يوم شغل في المكتب يهد الحيل. حياته كانت باهتة ومملة لدرجة إن ريموت التلفزيون كان ممكن يكون فيه حياة أكتر منه. قعد وفتح التلفزيون وهو بيتمنى يشوف أي بصيص إثارة، لكن بدل برنامجه المفضل نضارته نورت فجأة كأنها كشافات رخيصة. وبام، الموظف المفلس لقى نفسه في عالم تاني من غير سابق إنذار. لقى نفسه في أوضة غريبة بيقابله راجل عجوز غامض بيقدم له شاي بكل برود. الراجل ده عرف نفسه إنه مدير النظام الشمسي، كأنه صاحب العقار الكوني اللي بيدير المجرة في وقت فراغه. وعشان يثبت قوته استدعى كوكب صغير على طرف صباعه وسماه إيثيريا، وهو بيستعرض عضلاته وكأن الموضوع ملوش قيمة. بعدها شرح له إن الكوكب ده كان أرض ميتة مفيش فيها روح، وبحركة درامية نزل عليه نقطة مية، وأعلن إن النقطة دي هي نفس التأثير اللي تاكومي هيسيبه لما يدخل عالم إيثيريا. تاكومي فضل قاعد مذهول مش مستوعب إزاي يتحول من موظف شيتات إكسل لواحد مصير كواكب كاملة في إيده. المدير موقفش هنا وصدمه بالحقيقة المرة، تاكومي ميت فعلا، ولو رفض المهمة روحه هتفنى للأبد. خبر قاسي، بس كان إيه الخيار اللي قدامه؟ وعشان يحل البيعة المدير وهبه قوة سحرية ملهاش آخر، معنى لا نهائية، كأنه معاه شفرة غش في لعبة سحرية. ولما سأله لو محتاج حاجة تانية، تاكومي كشف عن رغبته الدفينة وطلب هارم. المدير رفع حجه باستغراب، بس مع ذلك اداه مهارة بحث جبارة تخليه يلاقي الحاجات الغالية ويبيعها. ولسه خد كمان شنطة ما بتخلصش يشيل فيها الغنائم، وقدرة فورية انه يتكلم لغة اهل العالم ده. المدير جهزه بمميزات اكتر من اي ستريمر مشهور. لكن الامور بدأت تفلت، وجسم تاكومي بدأ يختفي كأن اشارة الواي فاي ضعفت. حتى المدير الكوني نفسه بان عليه القلق، وهو بيتمتم انه ممكن يكون زود له البفات اكتر من اللازم. غريزة تاكومي صرخت جواه ان دي اكبر نصبية في التاريخ، بس كان الاوان فات. الدنيا اسودت في عينه وجسمه تلاشى، ولما فاق ما لقاش نفسه في شقته، كان مرمي تحت شجرة عملاقة في غابة خضراء واسعة، وفي السما فوقه كوكب ضخم بحلقات وكأنه خلفية موبايل مرسومة. فضل تاكومي تايه لحد ما وصل لقرية قريبة، وأول فكرة جت في باله إنه معهوش مليم. هنا افتكر مهارة البحث الجديدة ورفع عصايته في الهواء بحركة درامية كأنه هيعمل معجزة، بس ما حصلش أي حاجة. فضل واقف كأنه بهلوان بيهز عصاية في الهواء وسط صمت قاتل. وفي قمة توتره قرر يرسم التعويذة على الأرض زي إنسان الغاب اليائس. وأخيرا المهارة اشتغلت ونورت المنطقة بأماكن حاجات كتير. بلهفة تاكومي فحص أول حاجة وطلعت عشب ليل من الفئة بي، حاجة غالية لدرجة إنه رقص من الفرحة كأنه كسب اللوتري. بس الفرحة ما كملتش، لأن كل اللي لقاه بعد كده كان زبالة من الفئة إي. لكن شحات ويتأمر كمل تدوير لحد ما شاف صخرة بتلمع وشكلها يطمن، بس لما فحصها اكتشف إنها مش جوهرة. ودي كانت فضلات وحش، بس ما كانتش أي فضلات، دي كانت من الفئة سي. يعني في العالم ده حتى الفضلات ليها قيمة ووضع أكتر من اللي كان لتاكومي في كوكبه القديم. وبقلب بائس حطها في شنطته، وهو مدرك إن حياته الجديدة هتبدأ كجامع فضلات فخم. وصل لبوابة القرية وقابله حارس نايم على نفسه. الحارس بص لطول تاكومي وسأله بملل لو كان فارس، بس تاكومي بكيانه الضعيف كجامع أعشاب اضطر يعترف بالحقيقة: لا فارس ولا نيلة، أنا مجرد غلبان بيحاول يسترزق من لم الحشيش وفضلات الوحوش. شرح تاكومي للحارس إنه مجرد جامع أغراض، طموحه أكبر من عقله. الحارس اللي طلع اسمه كابتن مارلو وقائد دفاع القرية ما كانش مهتم قوي، بس فتح له البوابة وقال له إن في محل عام في القرية ممكن يشتري منه الأعشاب. دخل تاكومي وهو مرعوب وحاسس بنظرات الناس كأنه كائن فضائي نازل وسطهم. جوه المحل العجوز صاحب المكان سأله محتاج إيه، فتاكومي حاول يبان واثق من نفسه وطلع الكنز اللي معاه، فضلات الوحش اللي بتلمع. وبدل ما الراجل يطلده ويضحك عليه، عينه برقت كأنه شاف قدامه كنز من أساطير الأولين. أعلن العجوز إن الفضلات دي من نوع فاخر وتساوي عملة ذهبية كاملة. تاكومي كان هيغمى عليه من الصدمة لما عرف إن شوية فضلات تمنهم أكتر من مرتبه اللي كان بياخده في اليابان كلها. وضح له صاحب المحل إن العملة الذهبية الواحدة تعيشه ليلتين في لوكاندا. طبعا تاكومي وافق في ثانية، وأدرك إنه لقى منجم ذهب من ورا بيع فضلات الوحوش. والموضوع بقى أغرب لما لقى التاجر بيدهن الفضلات اللي بتلمع دي على وشه كأنها مستحضر تجميل نادر. تاكومي اتفزع من المنظر بس كتم جواه. الراجل العجوز طلب يشوف باقي الحاجات اللي معاه، ولما تاكومي وراه الأعشاب نظرة التاجر اتغيرت لتقدير حقيقي، وسأله ازاي واحد معاه حاجات نادرة زي دي بيبيعها في قرية صغيرة. كذب وقال إنه تاجر متجول،
رغم إن وشه كان مفتوح إنه لسه خام. التاجر قرر يختبره بطلب جدي، طلب منه يجيب معدن المثري النادر من الجبل الشرقي. وافق تاكومي وطلب خريطة للمكان، والتاجر هز راسه واداء لتمن اللي باعه عشان يمضي الاتفاق. تاكومي عينيه كانت هتطلع من مكانها، في ظهرية واحدة اتحول من جامع أعشاب مفلس لواحد معاه ثروة. بس التاجر حذره إن في وحوش كسرة بتسكن الجبل، وإن الشغلانة دي مش نزهة. وهو معاه الفلوس دي كلها، تاكومي أجر أوضة وجات له عاملة بجردل المية سخنة عشان ينظف نفسه. سألها عن حمام كامل، وعارف إن الرفاهية دي للأسياد بس، أو لو في ساحر مية يقدر يعملها له. تاكومي اللي كان ملهوف يجرب السحر ادى للبنت شوية فلفل زيادة عشان تتبسط، وبدأ يشتغل. فضل يتمتم بكلمات لحد ما قال تنظيف، وفجأة المية اندفعت وغسلته من ساسه لراسه. البنت وهي واقفة بره وشها احمر من الأصوات الغريبة اللي كان بيطلعها من فرحته بالمية، وافتكرت إنه بيعمل حاجة تانية، في حين إن تاكومي كان طاير من الفرحة بنظافته، رغم إنه كان نفسه يغطس في حمام دافي زي الملوك. تاني يوم الصبح خرج يجمع أعشاب كالعادة لحد ما لمح علامة محفورة في الأرض. مشي وراها بفضول لحد ما لقى هيكل عظمي متحلل لسه لابس لبس محاربين، ولقى معاه تميمة وجواها رسالة كشفت إن المغامر المسكين ده كان بيدور على فلوس عشان يعالج أبوه المريض، وأخته كانت بتترجاه يرجع البيت. تاكومي حس بالأسى عليه، فقرر يدفنه ويصلي من أجله في لحظة احتراب نادرة بعيد عن تهريجه المعتاد. بعدها نصب معسكره وعمل حوالين نفسه درع حماية، وولع نار ورمى مية وخضار ولحمة في الحلة، وعمل صوته كأنه شيف محترف في عالم فانتازيا. ولما داق الأكل كان هيعيط من حلاوته، وفضل يمدح في توابل العالم ده اللي خلت الأكل أحسن من أي حاجة دقها في حياته السابقة. وبعد ما شبع كمل طريقه لغابة التنانين القديمة البيضة. كان عارف إن المكان مليان وحوش قاتلة، فنور المنطقة بسحر الضوء. النور كشف له أعشاب أكتر، وده ضايقه لأنه كان بيدور على المعادن، بس في نفس الوقت ارتاح إن مفيش وحوش ظهرت لسه. قعد يهزر مع نفسه ويقول يمكن ريحته الوحشة هي اللي منفرة الوحوش، وده خلاه ياخد ثقة ويقعد يتنطط زي العيال. وفجأة شاف نور في آخر الغابة وجري ناحيته وهو مستعجل يخرج، وهو بيجري زي الفرخة اللي دايخة وقع في شق ضخم في الأرض وفضل يسقط في الهوية. الرعب ركبه وقعد يصرح بكل تعويذة سحرية تيجي على باله، كأنه بيسمع قاموس السحر وهو في الهواء. وبقدرة قادر اشتغلت تعويذة وهالة ذهبية لفت جسمه وهدت سرعة سقوطه، ونزل للأرض براحة كأنه ملاك فرز تاني. ولما لقى نفسه لسه ما بقاش عشا للتنانين، لاحظ رموز بتلمع لمعادن محفورة في جدران الكهف. عينيه نورت كأنه عامل منجم لقى رزقه، وطلع شاكوشه وقعد يكسر بكل قوته. بس بعد كل التعب ده أقصى حاجة وصلها كانت فضة عادية، مش المثري اللي محتاجه. جرب سحر البحث تاني وحس بوجود معدن مستخبي قريب، وفي اللحظة دي الأرض بدأت تتهز كأن في زلزال. أي بني آدم طبيعي كان هيهرب فورا، بس تاكومي لأ، طمعه قال له كمل حفر. ضرب الصخرة بكرة نار وفجرها، وأخيرا لقى قطعة صغيرة من المثلل. بدل ما يشكل فضله قعد يبرطم زي العيل الصغير عشان الكمية كانت قليلة في نظره، ومن غير ما يهتم بالهزات اللي بترج الأرض غاص في أعماق الكهف أكتر لحد ما عينه وقعت على بحيرة تحت الأرض ميتها بتلمع بنور مش طبيعي. وبمجرد ما فحصها عارف إنها مية سحرية من الرتبة SS، كنز يسوى ممالك بحالها. تاكومي كان هيغمى عليه من الفرحة، بس الفحص كشف له حقيقة مرة، المية دي مش مجرد مية، دي ملك عش تنين قديم. وقبل ما عقله يستوعب صوت عميق زلزل أركان الكهف وهو بيأمر الدخيل يكشف عن نفسه. تفتكروا تاكومي عمل إيه؟ ولا كأنه هنا فضل يخطط إزاي يلم المية، والبرود وصل بيه إنه حاول يشرب منها كأنها مية معدنية. فجأة البحيرة انفجرت وطلع منها تنين هائل كان هيفرقع من الغيظ، لأن البشري ده بيتعامل معاه كأنه ديكور في الخلفية. التنين أمره يبطل يتجاهله، وبدل ما يصوت أو يجري وقف تاكومي مكانه كأنه واحد بايع الدنيا ومستسلم لقدره من زمان. التنين لاحظ هدوءه الغريب وسمع تاكومي وهو بيبتلع ريقه وبيعتذر بكلمات مهزوزة إنه اقتحم عرينه. التنين بدأ يتفحص جسمه بنظرات تخوف، وتاكومي حس بإحراج كأنه بيتفتش تفتيش ذاتي مهين. بس بدل ما يقتله التنين احترم شجاعته وسأله هو مين، ولما عرف إنه بشري اتصدم من قوة المانا الجبارة اللي جواه. التنين اعترف إن طاقة تاكومي المرعبة هي اللي صحته من نومه. هنا بس أدرك تاكومي إنه قدامه وحش أسطوري. التنين عارف نفسه باسم فالدور، بس تاكومي بكل بساطة اختصر الاسم لفال كأنهم أصحاب وقاعدين على القهوة. فال ما خدش على خاطره، بالعكس طلب منه خدمة،
يستخدم قوته عشان يصحي ولاده اللي لسه في البيض، لأن السحر في العرين بقى راكد. وعشان يغريه بالطلب استدعى كومة ضخمة من معدن المثري للخام كأجر ليه، وطلع له بيضة سودة عملاقة من قلب المية. حط تاكومي ودنه عليها وسمع دقات قلب ضعيفة لتنين صغير لسه ما جاش الدنيا. وعشان يصحيه فال أمره يصب طاقته في البيضة كأنه بيعمل تعويذ الضوء. بدأ تاكومي يضخ طاقته، وفجأة البيضة بدأت تشفط المعنى منه كأنها مكنسة، وهالة مرعبة انفجرت في المكان، وفال بدأ يضحك ضحكة شريرة كأنه زعيم عصابة. تاكومي فاهم اتأخر إنه اتنصب عليه من سحلية قديمة غدارة. جسمه ضعف، عينه غشلمت، وحس إنه بيغرق في الضلمة. وفي الحالة دي ظهر له شخص غامض قعد يوبخه على غبائه وتهوره، وقال له إنه كان لازم يهرب من التنين بدل ما يعمل فيها بطل. الشخص ده كشف إنه بيراقب كوكب إيثيريا من آلاف السنين، وإن تاكومي شقلب كيان العالم في تاني يوم ليه بس، وحذره إن غبائه ممكن يضعف حماية مدير الكون ليه. وعشان يغيظه أكتر فكروا بطلب الهيرم، وقال له يمكن المغفل ده يستاهل اللي بيجراله. غاب تاكومي في العدم وهو مش داري باللي مستنيه، وقبل ما يطلب تفسير الحلم اتهد وفاق في العالم الحقيقي. أول حاجة سمعها في ضلمة الكهف كان صوت رفيع بينازع. افتكر في الأول إن فالدور بيعمل فيه مقلب، فعمل تعويذ الضوء عشان يشوف الحقيقة. وبدل ما يشوف وش التنين المغرور لقى قدامه تنين نونو بيصرخ في وشه، ونط عليه فورا وبدأ يتسلقه كأنه لعبة. تاكومي حاول يشيله وهو مش فاهم إزاي بقى بيبي سيتر بالسرعة دي. صوت فالدور رن في الكهف وهو بيطلب منه بكل برود يختار اسم للمولود. تاكومي اتصدم إن تنين أسطوري بيأمنه على شرف زي ده، بس فالدور قال له إن التنين ليه اسم رسمي، بس هو عاوزه يديله اسم دلع يمشيه بيه في العالم الخارجي. وقف تاكومي يهرش في راسه كأنه أب نسي عيد ميلاد ابنه، وبعد عصر ذهني طلع بأكتر اسم تافه ممكن تتخيله. سماه بيه لمجرد إنه أسود، بلاك. قمة الإبداع يا تاكومي. بس الغريب إن التنين الصغير حب الاسم جدا وقعد يلحس وشه بفرحة كأنه جر صغير. فالدور أعلن اللقب الهيبة للتنين الصغير، بلاك نوفي فالدور، وشكر تاكومي إن الاسم البسيط ده نفع. وعشان يخلي الموضوع رسمي سمح لبيه الصغير إنه يرافق تاكومي في رحلته. تاكومي تردد وحاول يفهمه إنه هو أولى بتربية ابنه بدل ما يرميه لجامع أعشاب غلبان، بس فالدور نفض للموضوع وقال له إن تاكومي أقوى منه، ودي بصراحة كانت باينة إنها حجة عشان يهرب من مسؤولية التربية ودوشة العيال. وقبل ما يرحل فالدور أطلق شعاع نور على شنطة تاكومي وحط فيها سحر غامض ملوش تفسير، وبعدها غطس في أعماق المية واختفى. وفي الوقت ده كان بيه الصغير نازل لحوسف في وش تاكومي وكأنه لقى فيه صديق عمره الجديد. صوت فالدور رنت كلمات الوداع الأخيرة قبل ما يتلاشى تماما من المكان. فضل تاكومي قاعد في صمت لسه مش مستوعب ازاي بقدرة قادر بقى الأب البديل لتنين صغير. حاول يتقبل الفوضى اللي حصلت في حياته وبص للوحش الصغير اللي لازق فيه وسأله لو كان مستعد للرحلة اللي مستنياهم. بيصرخ من الفرحة وهو بيهز ديله وموافق بكل حماس كأنه طفل صغير. بس قبل أي حاجة تاكومي قرر إنه لازم يغسل جسم الصغير ده اللي كانت ريحته تقرف، لأنه ما كانش مستعد يقضي باقي حياته في العالم الجديد وهو شامم ريحة زفارة التنانين. وهنا بدأت أغرب شراكة عرفها الزمن بين تاكومي جامع الأعشاب المفلس ومساعده الجديد اللحوح بيه. دي كانت نهاية الحكاية في فصلها الأول.